حبايبي ام محمود، بسم الله نبدا ونتوكل على الله. ربنا يخليكم ليا بره مصر وجوه مصر. ولا اجمل ولا اروع حواوشي. بصوا، هتقومي حالا. انا عارفه ان انت هتحطي لي اللايك والكومنت الحلو وتقومي تعمليه حالا دلوقتي اهو، لانه حاجه بصراحه. دي كده قطعت البيتزا قعدت ادور عليها ما لقيتهاش والله يا جماعه خالص. ولا اجمل ولا اروع. شوفوا الحشوه، شوفوا السمك بتاعه من جوه عامل ازاي. اكيد انا عارفه ان انت ريقك جري وهتقومي تعمليه بتكلفه بسيطه خالص، بحاجه سخن. بقول سخن سخن سخن. واخدين بالكم حاجه؟ شايفه الرغيف عامل ازاي؟ اللي هياكله هيعرف ان اللي في قلبه ده كله لاته لحمه. اكيد مليون المليون. والكل اول ما كلوا قالوا ده لحمه. معانا بقدونس، معانا فلفل رومي احمر، معانا سبايسي. ما بتحبش السبايسي استبعديه. واخدين بس الحواوشي يعني سبايسي. معانا بصلتين. ده اقل من 8 كيلو بتاع اسمه ايه، فول صويا. هنا نقعناه لمده ايه، ربع ساعه. بعد ما هيتنقع هتعملي فيه ايه، هنغسله حلو كده كويس ونصفيه. يكون احنا ضربنا الحاجات دي في الكبه او قطعتها على ايدك. انا عن نفسي بقطعها ايه، بعملها في الكبه. وهنا عصرت الايه، الفول الصويا تماما عشان العيش ما يبوش منك. تمام كده. هنا معاكي في المرحله ديت لازم تكون معاكي حته ايه. بص بقول لك ان هو كان بيوريه خالص، ما تقدريش تعمليه كده على ايدك. طب انا يا ام محمود ما عنديش كبه، اعمليه في بتاع الطعميه. ما عنديش بتاع الطعميه، اعمليه في مطحنه الخلاط. كل حاجه بامر الله تبقى سهله وايه وبسيط. معانا ربع كيلو لحمه، هو ربع كيلو لحمه. تمام كده. لازم يكون بقى عندك حته دهن ضاني او دهن لحمه عادي من بيت الكلاوي المتوفر عندك. هنا هو عندنا طلعته من التلاجة كنت بشراه. كل ما العجينه ديت سقعت معاكي وشدت معاكي في التلاجة كل ما ادتك نتيجه حلوه. هنا حطينا البصل والفلفل والفول الصويا لما نشفناه خالص وعملناه زي ما احنا قلنا كده. ومعانا ده ايه يا ام محمود، دعاء اللهم. معانا الفلفل الايه اللي احنا عملناه، الفلفل الاحمر على الاخضر والبقدونس. تمام كده. معانا بهارات الحواوشي، فلفل اسمر، بابريكا، كزبره، كمون، اللهم صل على سيد. البهارات بتاع ام محمود السبعه، شويه بابريكا او شويه كاري. بقول لك هنا بهارات الحواوشي دي بتوديه في حته تانية خالص. لازم يكون عندي بهارات الحواوشي، تجيبها سايبه يا تجيبها ايه اكياس. تمام كده. ولا اجمل ولا اروع. اوعي تنسى تحط اللايك لام محمود. معانا ده ايه، دي معلقه شاي نصها بيكنج باودر اللي هي خميره الحلويات. اكيد الشرح واضح، لا تحط له اللايك. هنا عندي مرقه خضار، واخدين بالكم حطيت شويه مرقه خضار. هنا بقى حطيتها ارتاحت، وبعد ما ارتاحت بوريكم شكلها. بص عامله ازاي، ارتاحت في التلاجة. غطيتها وحطيتها في التلاجة. عايزه اقول لك طعمها كان ولا اجمل ولا اروع. بسم الله ما شاء الله، كانت حاجه فاخر من الاخر. حط اللايك والشير وسبسكرايب لمطبخ ام محمود. هنا دهنت ايه يا ام محمود، دهنت زيت على دهن ضاني. تمام كده. وانا مسيحه الدهن الضاني معاكم وفر في القناه وشير لعيلتك واصحابك. هنا لو عندك العيش جايلك من بالليل فتحيه والصبح هتعرفي تسخنيه في الفرن. غير يعني انا بقول لك على السهل. وهنا بعد ما حشيت زي ما انت شفت الكوره زي ما انت شفتها كده في قلب الرغيف. بص الرغيف عامل ازاي. شوف الرغيف ده انت هتشتريه من بره بكام، وهل بيبقى بالنظافه دي والجوده دي والحلاوه دي. حاجه كده مش هتعمل جرثومه المعده من الاخر. والمخلل في البيت. وعملنا العيش، واخدين بالكم. والعيش احنا بنجيبه. هنا عملوا معايا كام رغيف. ده اللي انا بقول لكم اللي على جنب ده. لو انتوا هم عملوا معايا 12 رغيف او 10 على حسب ما تعمل. هنا حطيت حته صلصه او حته كاتشب والماده الدهنيه زيت على حته دهن ضاني. ورحت ايه دهنه الوش كده ودهنه القاع. تمام كده. اللي فضل معاكي ده يا ام محمود هتشوفيه دلوقتي انا هعمل فيك ايه، هعمل فيه ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو. تمام كده. هنا دهنا. وحطي بقى، عايزه تخبزيه في الطاسه مفيش مشكله، تعمليه في الطاسه يعني اعمليه. هنا بقى ايه، لما عبيت ده اللي هيفوت مننا اعمله ايه، اشيليه في الفريزر على اسبوع 10 ايام يقعد.